انت تعرف ايه عن حرية العقيدة؟ استنى ما تصورش، استنى اقول لك بس. انت مش عايز تسكت دلوقتي؟ استنى بس، لا ما اعرفش اتكلمني كلام كده، لا. حرية العقيدة ايه؟ اقولها لك ايه؟ في حاجة في كلمة اسهل؟ حرية الاعتقاد يعني ما حدش يسأل التاني بيعمل ايه يعني، ولا حد يعاتبه، مش لازم يعرف اساسا يعني. زي حرية العقيدة، كل واحد يعتقد بس احنا عندنا هنا حاجة في مصر مشكلة. لو مسلم بيتكلم في حق مسلم ومسيحي، حق يهودي وحق بوذي وحق البهائي. طب ما هو احنا ما بنضمنش حرية العقيدة. حضرتك سمعت عن حاجة اسمها حرية المعتقد قبل كده؟ لا. حضرتك ما تعرفش يعني ايه حرية المعتقد؟ لا طبعا. المفروض حرية الاعتقاد كل واحد هو حر يعبد ايه. مفيش حد هو يعني مفيش انسان هو اللي بيحدد انا المفروض اعبد مين او اعبد ايه. لا خالص. لا مش شايف ان في اي اضطهاد في مصر خالص. الاسئله دي نوعا ما يعني في. لا مفيش اي نوع من انواع الاضطهاد. لا 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 طبعا في بعض يعني ساعات وساعات يعني. بص يعني انا مثلا انا واصحابي عامه ما بيننا ما فيش الكلام ده يعني. انا ليا اصحاب مسلمين كتير وما بيحصلش بينا لا خلاف مثلا عن دي ولا اقول له انت مسلم وانا مسيحي وازاي والكلام ده ما بيحصلش. لكن لو جينا مثلا في تعاملات بقى تبع الحكومه وحاجات كده ساعات بيحصل. المسلمين في مصر متشحورين من المسيحيين بره والمسيحيين في مصر متشحورين من المسلمين جوه. شكل الاضطهاد، التجنب في الوظائف، ممكن تلاقي في المدرسة العبي مع ده ما تلعبيش مع ده، كلمي ده ما تكلميش ده. الاضطهاد بالتطاول بالكلام، الاضطهاد بانه واحدة تبقى ماشية في الشارع فلأنها باينة انها مختلفة بتسمع كلام مش لطيف. انا عن نفسي يعني بخاف جدا من الناس السنيين والمنقبين جدا. اوكي. بخاف منهم قوي. طب ليه بتخافي منهم؟ ما اعرفش. وساعات لما بنتقرب من الشخص نلاقيه يعني كويس يعني عادي مفيش مشكله، لكن هم يعني ما اعرفش لانهم بيتكلموا على طول في الدين وحلال وحرام في ناس مثلا مسلمين فاكرين مثلا المسيحيين دول المفروض ياخدوا حقهم وحاجات كده يعني بالنسبه لهم ممتلكاتنا دي حرام وحلال هم ياخدوها ويعملوا فينا ايه ومن حقهم يعملوا اي حاجه عشان ياخدوها كده يعني، وان هم يقتلوا دي حاجه عادي بتخلف. لما مثلا ابقى مثلا في راكبه اي وسيله مواصلات و بقرا قرآن او اي حاجه ابص الاقي اللي جنبي ده يعني فجاه يبص لي بصه غريبه جدا، ازاي ان انا مش محجبه وبقرا قرآن لا يعني المناطق الشعبيه وكده بيبقى اكتر فيها الاضطهاد مثلا ما بين الناس. المناطق اللي في الصعيد كده شباب بقى طايش ما تعرفوش يعني مش مركزين او حد مثلا بيدخل في مخهم حاجات غلط. لا ناس مصريين يعني غير مسيحيين ومسلمين لا ما شفتش هو ده. لا كان في الممثل القديم ده اليهودي ده يوسف وهبه صح؟ معظمهم مسلمين ومعظمهم مسيحيين. انا عن نفسي ما اعرفش غير هم دول، احنا طول عمرنا كده. طب انا مش عارف عامه لما بيكون في ديانه ثالثه بيكتبوا ايه اصلا؟ بس لا هو تقريبا يعني ما ينفعش ان احنا ما ينفعش ان هو يتعايش مع المجتمع بتاعنا. في بعض الناس هتبص ليه كأن عادي، طب وفي بعض الناس هتبص لا ما يتعاملوش معاه وينفروا منه وحاجات كده. هو الافضل ان هي تمشي وتسيب البلد لان مش هتلاقي ليها اي مهما اتكلمت مش هتلاقي حد يسمع صوتها اصلا. بس هو هيبقى التعامل صعب شويه لان هو ما بيؤمنش بربنا، فده شيء يعني هيخلي ان هو ما عندوش مثلا ممكن يبقى ما فيش ضمير، ما فيش تعامل بثقه، الكلام ده كله. بيخرجوا بره بلدنا. بره. طيب اوكي ماشي، شكرا جدا. شكرا يا عم سمير.